مساء الخير. تحياتي لكل الناس، وطبعا لجمهور الأهلي العظيم. طبعا أنا شفت يعني التويت أو البوستات بتاعت الأخ اللي اسمه ماهر حنا وحد اسمه أحمد معرفش إيه كده. طبعا كنت اتكلمت في فيديو منفصل في بداية الموضوع خالص قبل ما زيزو يخلص، لما قالوا راح السفارة وبتاع والكلام ده، وقلت وشرحت الموقف القانوني بتاع زيزو، وقلت تفاصيل الفيزا. الفيديو موجود. طيب، ما كنتش حابب اتكلم في القصة دي ولا افتحها تاني، بس لفت انتباهي ان الموضوع زاد عن حده، ولقيت صحفي زملكاوي ما يستاهلش ان اذكر اسمه جايب اللي اسمه ماهر حنا ده لايف وبيكلمه وبتاع ومش عارف ايه وقصة كده. طيب، انا بس هتكلم على جزئية بسيطة. آم، انا راجل مسيحي، وماهر حنا ده مسيحي طبعا، واللي اسمه احمد ده راجل مسلم. ف هنحط الاديان على جنب، انا مش هجيب الاديان في القصة خالص، وهحط السياسة على جنب برضو، مش هجيب السياسة في الموضوع. اللي انا عايز اقوله انه اي بني ادم طبيعي، اي بني ادم عنده ذرة ضمير وعنده احساس ومشاعر وعنده اطفال، اخ واخت برضو، ام اب، يعني ليك علاقة أسرية بأي شكل من الأشكال. فلما تشوف المناظر اللي بتحصل من 7 أكتوبر السنة اللي فاتت، شباب وأطفال وبنات ورضع وأمهات وناس عواجيز بيتم إبادتها بالمنظر ده وبالشكل ده، وده ما يحركش فيك حاجة كبني آدم. كبني آدم قلت لك اركن الدين واركن السياسة وماليش دعوة بأي قصص، أنا بكلمك كبني آدم. لما كل الحاجات اللي بتحصل دي ما تحرككش كبني آدم، وما تحركش مشاعرك وضميرك وإنسانيتك، وتطلع كده بكل بساطة تقول أنا معايا صور ومستندات وستوريهات تدين اللعيبة دي إنهم بينصروا أو بيدعموا القضية الفلسطينية، وأمريكا ترفض ده، وإن اللي هيتمسك هيترحل أو هيتمنع من الدخول. أنا بني آدم طبيعي وعندي مشاعر وعندي طفل وعندي أهل وعندي إخوات وعندي أم وعندي أب، وبحب كل الناس وبحب اللي يخصوني. عايز أقولك أنت محتاج ترجع لطبيب نفساني. رقم 2، وده الأهم، إنك محتاج تعرف أي إله تعبد، أي إله تصلي له، وروح ارجع له، عشان اللي حصل ده